السلام عليكم. معكم الأستاذة رشيدة بايلي، مسؤولة على الرواق البيئي. إذن على هامش البطولة العالمية لكرة القدم المدرسية، ارتأت الجامعة الملكية باش تدمج التربية البيئية في الرياضة المدرسية. إذن من خلالها نظمنا هذا الرواق اللي هو تينقسم إلى عدة أجنحة. إذن هناك جناح خاص بالمسابقة التي نظمتها وزارة التربية الوطنية أو مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية. إذا نظمت واحد المسابقة اللي هي من النسخة الأولى على صعيد المملكة المغربية لاختيار أحسن منتوج من صنع التلاميذ. إذا هذا المنتوج هو يعني تدوير النفايات، وكذلك هناك منتوج خاص بتولي المسابقة من النسخة الأولى خاص بأحسن لوحة تشكيلية لرسمها التلاميذ. يعني من خلالها حاولوا يدمجوا ما بين هذا الحدث اللي احنا كنعيشوه اللي هي كرة القدم العالمية المدرسية، ويعني عبروا عليها على يعني عن طريق لوحة، واختارنا من بينهم أحسن لوحة تشكيلية. وهناك كذلك جناح خاص بلعبة ترفيهية اللي هي من خلالها نمرر من خلالها أهداف التنمية المستدامة. كذلك هناك جناح خاص بتصميم المواد الأولية، واللي هو عبارة عن يعني الطين، جبنا الطين وتنجيبوا التلاميذ تيصنعوا لنا منه مواد الخزفية، وكذلك تيرسموهم وتياخذوهم وتيدوهم معهم. هناك جناح آخر اللي هو عرضنا فيه منتوجات اللي هي قديمة جدا، يعني كاين فيهم يعني منتوجات اللي عندهم 60 سنة، مثلا قفاطن ديال 60 سنة حيلي، باش نعرفوا يعني جميع يعني التلاميذ اللي جايين من الدول الأجنبية باش يتعرفوا على التراث الأصيل ديالنا. هناك كذلك جناح خاص بكل ما هو ترفيهي تكنولوجي، جناح خاص بالصناعة التقليدية اللي من خلاله جبنا يعني عاوتاني يعني صناع تقليديين اللي يعرضوا المنتوجات ديالهم. ومن خلال هذا المنبر كنشكروا الجامعة الملكية للرياضة المدرسية وكذلك مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية اللي تحت لنا هذه الفرصة باش أولا نكتشفوا يعني المواهب اللي عندنا في التلاميذ، وكذلك سمحت لنا باش نمروا القيم والمبادئ البيئية لجل التلاميذ. وشكرا لكم.